لما تبقى متضايق من غير سبب تعمل ايه؟ يعني اعمل ايه؟ ساعات كده بيجي لك حاله معينه تحس ان انت مخنوق من غير سبب، تسال نفسك انا متضايق ليه؟ تبقى تتجنن، انا مش عارف انت متضايق ليه. يعني مثلا في سبب معين مخليك مثلا مكتئب، كده بس كده بس، ليه بس كده بس كده بس؟ يعني سبب، يعني مفيش اسباب، مفيش حاجه معينه كده. المشاعر اول حاجه لازم تقبلها زي ما هي، انا اقبل مشاعري واعيشها. ما ينفعش كل مشاعر تجيلي ارفضها، ما ينفعش كل ما تجيلي خنقه او ضيق او اكتئاب اهرب، ده بحاول اتسلى، اهرب من دوت ان انا احاول مثلا اخرج ابسط نفسي اعمل اي حاجه. لا، لازم اعيش المشاعر، اعيشها وافرغها لحد ما احس كده ان انا خلاص. وبعد كده ابتدي بقى اركز على الحاجات الحلوه اللي في حياتي، اركز على حاجات معينه انا عاوز اعملها، حاجات بتبسطني او كده. بس الاول اعيش المشاعر، وبعد كده اخرج نفسي من الدوامه ديت. ما اسيبش نفسي انغرس فيها قوي، لا انا بعيشها بس شويه وقت معين مثلا احدده، وبعد كده اخرج نفسي من الدوامه ديت بان انا اركز بقى على الحاجات الحلوه اللي في حياتي، اركز ان انا اعمل حاجه حلوه، اركز ان انا اعمل حاجه جميله. ملخص الموضوع، المشاعر بنقبلها وبعد كده بنركز على الحاجه اللي احنا عاوزينها، بنقبلها وبنعيشها، فهي لوحدها بتخرج وبتنتهي. انما لو فضلت بقى متضايق وزعلان ان انا مكتئب ومش عاجبني ورافض الموضوع، هتفضل المشاعر تزيد ومش عارف اخرج من الدوامه ديت مهما عملت.